أنا دلوقتي بباب الخلق، ده مبنى المتحف الإسلامي، وقدامه مبنى مديرية أمن القاهرة القديم، وده مبنى محكمة جنوب القاهرة أو محكمة باب الخلق زي ما الأهالي بيقولوا. هي مهجورة دلوقتي. المبنى ده عمره 135 سنة. هحاول أدخل كده ونصوره من جوه مع بعض. أنا دلوقتي جوه محكمة جنوب القاهرة، محكمة باب الخلق. المبنى ده يا جماعة بقاله 135 سنة تقريبا. هو أقدم مبنى في القاهرة الحديثة كمبنى قضاء. هو كان مقر المحاكم الأهلية، لأن مصر كان فيها محاكم أهلية ومحاكم مختلطة. ده مقر المحاكم الأهلية. الملك فؤاد كان حضر تجديده وافتتاحه سنة 1933، لكن هو المبنى كان اتفتح سنة 1901. دي اللوحة اللي مكتوب عليها حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد سنة 1933. اهو السطر الثاني في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول. احتفالية الحكومة المصرية في دار المحاكم الأهلية. تعالوا نخش بقى كده ونتفرج عليه من جوه. رغم ان هو مهجور طبعا هيبقى الموضوع مخيف شوية، بس تعالوا نخش. هخش معاكم طبعا دلوقتي ونبص بصة كده. طبعا الدنيا ضلمة، انا مش شايف حاجة، بس يعني في نور بسيط. طبعا الدنيا هنا كانت بتعج بالقضايا والناس. المكان دلوقتي فاضي، مش هقدر طبعا اطلع لوحدي فوق لان المكان يعني مرعب شوية. دي كان اسمها محكمة باب الخلق او محكمة جنوب القاهرة، وهي في الاصل كانت محكمة او المحكمة الاهلية اللي كانت موجودة من ايام الملك فؤاد. تعالوا نطلع كده هنبص بصة. مكان مخيف، مفيش حد خالص. طيب كان المكان ده كان فيه ناس وقضايا ومتهمين، بس شوفوا روعة البناء. شوف البنى جميل ازاي. شوفوا البناء. انا دلوقتي جوه محكمة الاستئناف القديمة اللي كانت مقر المحاكم الأهلية في عهد الملك فؤاد، واللي افتتحها رسميا سنة 1933. وكان فيها مجلس القضاء قبل ما يروح دار القضاء العالي. تعالوا نطلع كمان خطوة. مكان طبعا مهجور. شوفوا القاعات دي كلها كانت قاعات محاكم، وكان في ناس كتير. يعني تخيلوا هنا اتحاكم الرئيس السادات واتحاكم عزام الجاسوس الإسرائيلي. شوفوا الممرات دي طبعا مخيفة قوي، صعب ان الواحد يمشي فيها. دي كانت أوضة المحامين. ده ممر اهو، بس ضلمة قوي.
طبعا القاعات كلها مقفولة. محكمة جنوب القاهرة اللي هي بعد كده محكمة الاستئناف. المبنى ده يا جماعة بقاله 135 سنة. اتبنى وافتتحوه سنة 1901. تعالوا نتمشى كده نشوف أي مكان نبص فيه، بس هو المكان مخيف شوية، ضلمة. ده مكتب، أظن ده مكتب رئيس نيابة، لأن الكرسي باين إن ده كان مكتب رئيس نيابة. ده أرشيف. خايف بس يكون في حشرات أو حاجة. وأنا أصلا بخاف من الفيران. اهو في فار اتحرك ورايا، سمعت صوته. جولة في محكمة الاستئناف، محكمة جنوب القاهرة اللي كانت مجلس القضاء. أظن القاعات هي هنا القاعات، قاعات المحاكمة، بس هم قافلينها. يمين وشمال دي كانت قاعات المحاكمة مقفولة. دي القاعات مقفولة أظن. تعالوا نخرج بقى، لأن إيه الجو كده يعني مش مريح. بس المبنى ده لازم يترمم ولازم يهتموا بيه قوي. المبنى بصراحة تحفة معمارية. شوفوا الباب، الباب تحس انه باب زويلة، عامل زي باب زويلة. شوف الترباسة قد ايه.